حلقة النهاردة عن براغ. متحف مفتوح، طول ما انتم ماشيين بتشوفوا معالم حلوة قوي ومباني حلوة جدا، كنايس تجنن. اسهل طريقة ان انتوا تروحوا فيينا الأول، وبعدين من فيينا تاخدوا الباص أو القطر أو تأجروا عربية علشان تيجوا براغ. في براغ انتوا مش محتاجين قوي تاخدوا تور، ومش محتاجين تاخدوا اللي هو الاتوبيس بتاع الهوب ان هوب اب، لان هي كلها تتمشي على رجلين. اهم حاجه تقعدوا في مكان قريب من الاولد تاون، لان من الاولد تاون انتوا هتقدروا تمشوا لكل اهم المعالم السياحيه في براغ. اول ما توصلوا انا بنصح ان انتوا تروحوا التورست انفورميشن. لما تروحوا هناك هم هيدوكوا ورقه زي دي بالظبط. عادي، انا كنت جيت براغ ما اعرفش اي حاجه، فيها كل المعالم بتاعت براغ وكل حاجه مكانها فين. ابداوا من الاولد تاون سكوير اللي هو السنتر بتاع براغ، اللي هو اللي انا فيه دلوقتي ده، هو ميدان التحرير، او هو الميدان اللي شهد اهم احداث وتطور البلد دي. I got niggas tryna end me off. I spilled all my emotions tonight. أول حاجة في الميدان اللي هي الواتش تاور، عبارة عن ساعة من الساعة 9 للساعة 11 بالليل. بيخرج 12 تمثال، 12 قديس، وبيعملوا لفة كده من الشبابيك دينج دونج دينج دونج. بتطلعوا بقى فوق بتشوفوا براغ. المفروض كل المعالم الأساسية في براغ كلها بتتشاف من البرج ده. المنظر حلو قوي 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 من هنا، فلازم تعملوها. الدش اللي بيبقى فوق السطوح مش موجود. عندنا في كنيسة هنا من الكنائس القديمة جدا وحلوة جدا ان هي تتشاف، معروفة بان هي اكتر مبنى جوثيك موجود في الجزء ده من اوروبا. ده تشارلز بريدج. الكوبري ده هو اقدم كوبري في براغ كلها، اتبنى في القرن ال15 وحلو جدا وعليه تماثيل كتير جدا اتبنت في القرون اللي فاتت. بقى من الحاجات الحلوه قوي اللي لازم تتشاف في براغ. كمان اللي ممكن تتعمل في المنطقه دي ان انتم ممكن تاخدوا بيدالو في ريفر، ممكن تاخدوا الريفر كروز نفسها، دي بتبقى ساعه بتلف الريفر كله وبتشوفوا منها كل المعالم المهمه قوي في براغ. ممكن تقعدوا كده زي تتفرجوا خلاص. ده اسمه باودر تاور، واسمه كده علشان كانوا بيحطوا فيه البودرة بتاعة القنابل والمتفجرات والحاجات الغريبة اللي كانوا بيعملوها دي. ده موجود من القرن ال14 ومعروف جدا بانه لما كان بيبقى فيه اي ملك جديد بيمسك الحكم في التشيك كان لازم يطلع من الباودر تاور لحد التاون هول. الحي اليهودي او الجويش كوارتر ده فيه كل المعالم اليهوديه اللي كانت موجوده في البلد، في معابد يهوديه، في المقابر اليهوديه، فهو يعتبر حي يهودي. حتى محلات سوفينيرز. ده الاولد نيو سيناجوج، ده من المعابد اليهوديه اللي ليها قيمه جامده جدا 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 في اوروبا. دي الكونسرت هول بتاعت براغ، وبيقدموا فيها شو معروف اسمه في الهارمونيك، وبيقدموا هنا شو اسمه في الهارمونيك. ولو عايزين تسمعوا مزيكا او تسمعوا حاجه بتشتروا تيكتس من هنا وبتحضروا الحفلات دول. ده ميدان الميدان ده المفروض فيه الاماكن بتاعه الشوبينج، وبرده في اخر الميدان في الميوزيوم اهو. This is the museum. وفي ماكدونالدز في الميدان ده، وده دي حاجة مهمة جدا، وبلالين. من أهم الحاجات وأحلى الحاجات اللي لازم تشوفوها في براغ وما ينفعش تفوتوها خالص هي الكاسل، القلعة. تحسوا ان انتوا دخلتوا كده حلقه في جيم اوف ثرونز. بسم الله الرحمن الرحيم.
بالظبط في وقتها. السجن زي ما هو، ادوات التعذيب زي ما هي، الاسلحه اللي كانوا بيحاربوا بيها، وهي كل اللي حكموا التشيك حكموها من القلعه دي. دي براغ كاسل. اخيرا دخلنا. الطابور بياخد ساعه مثلا وساعات اكتر، فيعني ربنا معاكم في الموضوع ده. الكنيسه بقى اللي ورا دي اللي انتم مش شايفينها دلوقتي شايفينها، اوكي، او مش شايفينها يعني عادي، انتوا لازم يبقى في ثقه ما بيننا خلاص. فالكنيسه دي جامده جدا جدا يعني من جوه، يا لهوي مش ممكن. البنى يعني والله انا مش مصدقه، الاركيتكتشر فظيع يجنن. وبقى فيها انتوا متخيلين فيها الناس السينتس بقى اللي كانوا جامدين قوي في الوقت ده، اسمه بوهيميان الوقت ده، مدفونين بقى جوه. فانتوا مش متخيلين بقى الاشباح جوه عامله ازاي. الاركيتكتشر هنا غريب جدا، بسم الله ما شاء الله. وطبعا انتوا عارفين ان مش هيمشي الحلقه هيحصل له. المهم ان انا عايزه اقول لكم ان انا اتبسطت جدا 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 هنا. البلد حلوه قوي قوي قوي، مختلفه، الناس لطاف جدا، الجو حلو جدا. ف يلا لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، عشان انتوا عارفين ان مش هيمشي هيحصل له ايه. سلام. من هنا هتشوفوا براغ كلها، يعني مثلا تشارلز بريدج اهو. مش ده تشارلز بريدج، مش هو. والله ناسها ولاد اصول.